يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكل ده بالمصري. النهاردة هعمل معاكم وجبة سهلة وسريعة لكن طعمها مميز جدا. هي شبه المسقعة كده بس بطعم مختلف. صوص الطحينة بالثوم اللي احنا هنحضره معاها هيخلي الطعم في حتة تانية. يلا بينا نشوف الطريقة. في الأول كده بسم الله. معايا نص كيلو بتنجان رومي وطماطم وفلفل حامي وواحدة بطاطس. هقشر البطاطس واغسلها واقطعها مكعبات صغيرة، والبتنجان كمان هقشره واقطعه شرايح وهديله رشة ملح وهسيبه كام دقيقة. والطماطم كمان هغسلها واقطعها شرايح، والفلفل هغسله وانشفه. ونبتدي في التسوية على طول. بجيب الطاسة الكبيرة بحط فيها 4 معالق كبار زيت، وهنزل بالبطاطس المتقطعة مكعبات صغيرة. هقلبها الأول كده أول ما انزلها عشان اغلفها كلها بالزيت، لأن كمية الزيت قليلة زي ما انتوا شايفين، وهسيبها لحد ما تاخد لون دهبي بسيط. بعد كده هبتدي أقلبها لحد ما تاخد اللون ده. هشيلها من الطاسة وهنزل بالبتنجان. وزي ما انتوا شايفين كده احنا هنحمر البطاطس وكمان البتنجان والطماطم في كمية زيت بسيطة جدا. طريقة مختلفة خالص عن المسقعة المعتادة اللي احنا بنعملها، اللي هي بتحتاج كمية كبيرة من الزيت. اول ما بنزل بالبتنجان، لو لاحظت ان الطاسة خلاص ما فيهاش زيت، بزود معلقة واحدة او معلقتين، وبقلب البتنجان على الناحيتين لحد ما ياخد لون ذهبي بسيط. بس اهم حاجة ان النار هنا ما تبقاش عالية علشان البتنجان ما يتلسعش بسرعة. بعد ما شلت البتنجان هنزل بالفلفل، هديله نغزة بالسكينة. الطاسة عندي هنا ما فيهاش زيت كتير، بس هقلب الفلفل كده تقلبتين تلاتة، وهزود معلقة زيت علشان الفلفل كمان ما يتحرقش. البطاطس والبتنجان والفلفل والطماطم كمان انا هسويهم على نار متوسطة. بعد ما الفلفل اخد اللون الذهبي ده من كل ناحية، شلته من الطاسة وهبتدي انزل بالطماطم الشرايح. الطماطم انا هرصها كده كلها في الطاسة، واول ما تاخد لون بسيط من تحت هقلبها الناحية التانية. وهنبتدي من هنا بقى التحضير. طبعا الخطوات دي مش بتاخد وقت خالص، النار متوسطة. وانا قلبت البطاطس كده لحد ما خدت لون بسيط، البتنجان كمان والفلفل، فكل ده ورا بعض مش بياخد غير كام دقيقة بس. الطماطم كمان خدت لون بسيط، هقلبها الناحية التانية. وبعد ما هتاخد نفس اللون من الناحيتين، هبتدي ادغدغها بالمسكة كده، او ممكن عندي بالشوكة. المهم ان انا هدغدغ الطماطم، طبعا هي مستوية فهتتهرس معايا على طول. البتنجان كمان طبعا انا طلعته على مناديل مطبخ، وبعد كده حطيته في طبق التقديم، وبالمعلقة هبتدي ادغدغ البتنجان، وطبعا عشان هو مستوي وطري فهيتفرم معايا ويبقى حتت صغيرة. والطماطم كمان انا هرستها بنفس الطريقة في الطاسة، هنزل بيها على البتنجان واقلبهم مع بعض. لكن الفلفل لو انا حاولت ان انا ادغدغه بالمعلقة مش هيبقى معايا حتت صغيرة، فانا قصيته بالمقص. انا عايزة الفلفل حتت صغيرة جدا، وهسيب واحدة فلفل بس عشان ازين بيها الطبق في الاخر. هقلبهم مع بعض. هنزل بالبطاطس برضو، هسيب شوية صغيرين قوي من البطاطس عشان ازين بيهم الطبق. كده المكونات كلها بقت جاهزة عندي، مش فاضل غير صوص الطحينة. معايا فصين توم كبار حط لهم معلقة ملح صغيرة. وهنا بإيدي الهون أنا بضغط بس على التوم، وعلشان في ملح التوم عندي هيتفرم بسرعة. مش هحاول أدق طبعا عشان الطبق إزاز، لكن لو انت بتستخدمي طبق ستانلس فتقدري ان انت تدقي عادي يعني. هنا حطيت تقريبا ربع كوباية طحينة ونص معلقة صغيرة كمون ورشة كزبرة ورشة فلفل اسود، وهنزل بمعلقتين 3 خل. بعد كده هنزل بالمية السخنة وهبتدي اقلب. الصوص عندي هنا هيتقل معايا شوية بشوية، لو حسيت ان هو متماسك قوي هزود شوية مية كمان. وهرجع اقلب لحد ما صوص الطحينة هيبقى معايا قوام مظبوط. انا مش عايزاه خفيف قوي ولا تقيل قوي. بعد كده هزود معلقتين 3 من البقدونس المفروم، ولو عندنا شبت وبنحب طعمه نقدر نحط معلقتين كمان من الشبت. هاخد شوية من الطحينة وهنزل بيها على المكونات اللي انا هرستها مع بعض، وهقلبهم بحيث ان البتنجان والطماطم والبطاطس ياخدوا من طعم الطحينة مع التوم. وبقيت كمية الطحينة هحطها على الوش بالشكل ده. احنا نقدر نقلب كمية الطحينة كلها مع المكونات، بس انا حبيت ان انا احط باقي كمية الطحينة على الوش علشان الطبق كده يبقى شكله يفتح النفس. فحطيت باقي كمية الطحينة. وقرن الفلفل اللي انا سبته في الاخر قطعته لحتت صغيره برضو وزينت بيه، وشويه صغيرين من البطاطس. كل ده انا حطيته على حرف الطبق، وكمان في معلقه من البقدونس رشتها على الوش. وهو ده الطبق بتاعنا النهارده، سهل وسريع ومكوناته بسيطه، وطريقه التحضير مش هتاخد معانا غير دقايق بسيطه برضو، بس النتيجه حلوه قوي.
ونقدر نقول ان ده طبق بتنجان بالطحينة او مسقعة بس بطعم جديد، لان طبعا صوص الطحينة بالثوم مخلي الطبق طعمه مختلف تماما عن المسقعة التقليدية اللي احنا عارفينها. وان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم جدا وتعملوها باستمرار. والسلام عليكم.